لو كمان حبيت تقلبه كوضع ده كل ده موجود. حبيت تستخدمه بالوضع الستاند موجود. بص كده طبعا ده لوجو اتش بي الجديد، عارفه جديد. والجهاز اللي انت شفته ده طبعا هو تابلت عشان ما احرقش عليك وما اطولش عليك، بس ده مش جي 5 ولا جي 3 ولا جي 4، ده الجي 8 اكس 2 اليت الكور اي 5 الجيل ال 11، من افضل الاجهزه اللي تقدر تعتمد عليها. جهاز بيتفصل بالشكل ده، مجرد ما فصلته اصبح الكيبورد في حته، معاك القلم ماجنتيك. مش بس كده، ده القلم تايب سي. والمناسبه الحلوه دي هو مش في تايب سي واحد بس، في 3 تايب سي. يعني انت حبيت تشحن تايب سي تايب سي القلم ماجنتيك كده خلاص بقى معاك، تقدر تعتمد عليه بكل سهوله. تعالى بقى امسك الجهاز كده واعتمده. معاك التاتش، ترسم، تعمل كل اللي انت محتاجه، كل التفاصيل اللي انت محتاجها. حتى لو كمان حبيت تقلبه كوضع ده كل ده موجود. حبيت تستخدمه بالوضع الستاند موجود. والاهم من كل ده مش هدولك طبعا برامات 8 عشان انت عارف وحافظ ان الرامات ال 8 ما بتزيدش، لا ده رامات 16 وهارد 256 توفر منه ال 512. كمان الزراير بتاعت الاب والداون، البصمه اللي هتلاقيها في ظهر الجهاز مكانها مميز قوي. طبعا كاميرا خلفيه وكاميرا اماميه، والاهم من كل ده الشاتر اللي موجود عشان يحمي جهازك فعلا، والفيس اي دي. والاهم من كل ده الواي فاي 6 والانتنه بتاعته باينه هنا، وكمان الناحيه دي فهيديك سرعه في الاتصال بالانترنت مع الواي فاي ممتازه. كل تفاصيل مخارج التهويه. جهاز شكله شيك قوي يا جماعه، جهاز مميز. اليت الاكس 2 طبعا ويندوز اوريجينال، تقدر تعتمد عليه بكل سهوله. كيبورد معدن، عشان يضمن لك العمليه. كل الناس اللي كانت بتخاف طبعا. القلم ده طبعا قلم الاوريجينال التايب سي واللوجو بتاعه هنا. مش بس كده، القلم ده كمان بيكونكت معاك بلوتوث، تقدر تعمل كاستمايز للزراير اللي هنا، تستخدمها بقى زي ما انت عايز. تفتح برامج لو انت بترسم، لو انت بتستخدم الوان نوت اللي كلمتك عليه قبل كده كتير. طبعا زي ما انت شايف هنا كل البرامج الاوفيس اللي انت ممكن تبقى محتاجها، الاكسل او الوورد او حتى كل الوان نوت، كل الكلام ده هتلاقيه موجود هنا في البرامج بتاعه اتش بي اللي بنديها لك. الجهاز جاهز على الشغل على طول. وكمان استخدامات القلم مع البين سيتنج اللي انت هتقدر تظبطه وتعملها كاستمايز زي ما انت عايز، كل ده موجود زي ما انت هنا. تقدر تفعله، تقفله، تختار الزراير، تعمل ايه عندك بقى. كل التفاصيل انت محتاج تعملها، حتى لو عايز تقلب السلايدز معاك هنا. فانت جهاز متوصل بالبلوتوث، كل التفاصيل انت محتاجها. يشحن معاك تايب سي، مش هتشغل بالك بحجاره ولا كل التفاصيل دي كلها. القلم بيجي معاه القلم الاوريجينال الاتش بي اللي انا دايما بوعدك هتاخد الشاحن الاصلي والبطاريه الاصليه افضل حاله. بس ما تسالش على السعر، السعر ممكن يكون غالي شويه، بس في الاستيراد ما تدورش على السعر، دور على الحاله، دور على الامكانيات اللي جايه مع الجهاز، دور على الجوده والضمان اللي هتاخده من منتج ستور 36 ناصر تبيل وقاد ارض الجولف مدينه نصر.